تم يعني خروج حركة جديدة بمدينة الدار البيضاء، وهي حركة يعني خرجت إلى الوجود بعد ما يعني لطخت وشوهت صورة حركة 20 فبراير المجيدة ومناضلينها مناضليها الشرفاء. خرجت للوجود حركة جديدة وهي أحرار مدينة الدار البيضاء، ولديهم بيان، ولديهم كذلك هاشتاغ بيان أحرار البيضاء. والبيان كالتالي: يعلن أبناء مدينة الدار البيضاء الأحرار الذين طالهم حيف هذه الدولة المستبدة عزمهم الخروج إلى الشوارع دعما للحراك الشعبي بالريف، ولطرح ملفهم المطلبي المشروع الذي هو مطلب كل المغاربة، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور والقانون المغربي الذي يخول للجميع التظاهر والتجمهر السلمي المشروع كحق من حقوق الساكنة البيضاوية المضطهدة والمقصية من حقوقها القانونية والإنسانية والمعنوية. أننا نعلنه حراكا شعبيا ضد ما يعانيه الشعب المغربي عامة وساكنة البيضاء خاصة من قمع واستبداد واحتقار وإهانة واعتقالات تعسفية تطال جل أبناء الشعب المقهور، فقراء ومناضلين وصحفيين أحرار. وبه قد تم الإعلان عن ولادة حركة أحرار البيضاء تحت إطار المطالب المشروعة التالية: أولا، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. ثانيا، جودة ومجانية قطاعي الصحة والتعليم. ثالثا، استقلال القضاء. رابعا، محاكمة رموز الفساد ولوبيات العقار وناهبي المال العام. خامسا، توفير السكن اللائق لعموم المواطنين مع حلول عاجلة لقاطني دور الصفيح. سادسا، ضمان توفير الشغل لكافة المعطلين مع إدماج الأطر والحاصلين على الشواهد العليا. سابعا، تخفيض أسعار فواتير الماء والكهرباء وأسعار المواد الغذائية. ثامنا، التوزيع العادل للثروات بين جميع أبناء هذا الوطن. تاسعا وأخيرا، إحداث لجان مؤهلة من الحراك لتتبع إنجاز هذه المرحلة. وفي إطالب قررنا الخروج إلى مسلحين بسلميتنا، إيماننا بالتغيير الجذري، نصرة للمظلومين وإسقاطا للفساد والمفسدين. عاش الشعب، عاش الشعب، وعاش الشعب.